هنعمل النهارده مع بعض وصفة حلوة قوي وما بتاخدش وقت خالص في تحضيرها. البطاطس الحارة بالكزبرة والثوم، طعمها خطير. بطاطس مقرمشة وعليها شوية إضافات كده بتديها طعم رائع. تقدموها بقى كطبق جانبي أو حتى لوحدها، بأي طريقة هتقدموها بيها وهتاكلوها بيها طعمها بيبقى يجنن. يلا نعملها مع بعض على طول. بس ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير. الطبق ده عشان يبقى طعمه حلو ومظبوط معانا لازم البطاطس تبقى مقرمشة. وعشان ناخد أحلى قرمشة للبطاطس وتفضل مقرمشة لآخر بطاطساية، هنسلقها الأول تبقى نص سوا. هنجيب البطاطس نقطعها مكعبات متوسطة بالشكل ده، وهنحط عليها مية ونسويها نص سوا بس. ونخلي بالنا مش عايزينها تبقى مهرية، وعايزينها محافظة على شكلها. هنصفيها من ميتها وبعدين نحمرها. اعملوها بقى في الاير فراير أو في الزيت أو في الفرن زي ما تحبوا. انا هعملها في الاير فراير. هحط عليها شويه زيت زيتون واقلبها فيهم كويس قوي واسيبها لحد ما تتحمر. وعلى بال ما البطاطس تتحمر نكون احنا جهزنا بقى التحبيشه اللي هنحطها عليها. بطاطس حاره يعني فلفل حامي. هنحط بقى 2 أو 3 براحتكم. الفلفل الاحمر طبعا بيبقى حلو معاها قوي، واحلى كمان من الاخضر، بس انا ما لقيتوش. لو عندكم حطوه. وهحط كمان كام واحد كده من الفلفل الشطه ده، بيخليها خطيره. وطبعا كميه الفلفل اللي هتحطوها دي ترجع لكم، بس هي بصراحة حلاوتها في إنها تبقى مشطشطة كده. المكون بقى الأساسي في الخلطة بتاعتنا وهو التوم. هنحط منه بقى شوية حلوين. وهنتبلها بقى بمعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة بس مليانة من الكزبرة الناشفة والبابريكا، ورشة بسيطة قوي من الفلفل الأسود. أنا هخلط بقى المكونات دي كلها في الهون، بيخليها ناعمة ومهروسة حلوة قوي. ممكن طبعا تعملوها في محضرة الطعام زي ما يعجبكم. هنجيب بقى طاسة ونحط فيها شوية حلوين من زيت الزيتون، طعمه بيفرق جدا معاها. وهننزل بالخلطة اللي عملناها، ومش هنحمرها. احنا عايزين بس المكونات كلها تسخن مع بعضها وريحة الفلفل والتوابل تطلع. هنقلبها تقلبتين بس في الزيت تتشوح بسيط قوي، وبعدين نحط عليها البطاطس بعد ما اتحمرت. سامعين بقى قرمشة البطاطس الحلوة دي؟ احنا عايزينها تبقى مقرمشة كده عشان تفضل معانا لآخر واحدة مقرمشة. هنقلبها بقى في الخلطة دي شوية صغيرة تتشرب بس منها، وهنسيبها ثواني على نار هادية على بال ما نقطع الكزبرة. عايزين بقى حزمة كزبرة حلوة كده، عشان دي بقى اللي بتظبط في الآخر الطعم كله. هناخد منها شوية حلوين نقلبهم معاها دلوقتي، وهنخلي شوية هنحطهم في الآخر على الوش. وأنا بقلبها لقيتها كده محتاجة شوية من زيت الزيتون، حطيت لها شوية صغيرة عشان المكونات كلها تتشوح فيه. هنقلبها مع الكزبرة تقلبتين بس تتشوح على نار هادية وتاخد من ريحتها ومن طعمها. وآخر حاجة وقبل ما نقفل على طول هنحط عليها عصير ليمونتين كبار. والله على الريحة خطيرة. حطوا بقى على الوش في الآخر شوية كزبرة خضرة وشرايح من الليمون، ودوقوا بقى أحلى طعم للبطاطس. المكونات دي كلها على بعضها كده مدية طعم رائع للبطاطس. الكزبرة الخضراء، الثوم، الليمون، كله مدي للبطاطس طعم حلو قوي. وطبعا الأساسي الفلفل الحامي. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، وبألف هنا على قلوبكم مقدما. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير، وإذا كنتم جداد على القناة يسعدني اشتراككم ووجودكم معايا فيها. وأشوفكم على خير.